ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم فيديو جديد، ان شاء الله الفيديو هيعجبكم. عايزاكم بس لو انتوا اول مره تتفرجوا عليا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، وتحطي لي لايك وكومنت حلو زي كده علشان ارحب بيكي في قناتي. ولو انت جديده في القناه واول مره تشوفيني اتمنى تخشي القناه تاخدي فيها لفه كده وتتفرجي عليها، ولو عجبتك فيديوهاتي سيبي لي كومنت حلو منك عشان ارحب بيكي. النهارده هنعمل روتين حلو قوي مع بعض، وهاخد رايكم في حاجات، وهرد على كذا كومنت كده جالي، والفيديو ان شاء الله هيحمسكم ويشجعكم كده وهتاخدوا منه افكار جديده. اول حاجه عملتها في يومي، عملت كوبايه قهوه بلبن، وخدت معاها واحده هوزه كده، فطرت وفوق ودخلت بقى على اوضه النوم عندي، قلت ايه انضفها واروقها. هي نظيفه ما فيهاش حاجه، بس قلنا ايه نرتبها كده، وبالذات لو الشمس طالعه. بس طبعا انا باخد المشروب بتاعي ده وبحس فيه بسعاده غير عاديه، ببقى عايزه اعمل اي حاجه. بس فطرت ودخلت على اوضه النوم، كنت الاوضه انا فاتحه الشباك، اول ما بقوم بفتح عيني بفتح الشباك على طول، بهوي الاوضه واسيبها، ممكن اروح افطر وبعد كده اجي ايه اروقها. الشمس داخله الاوضه زي ما انتم شايفين كده، والجو كان جميل قوي قوي ومنعش. يعني انا بالنسبه لي الشقه عندي داخليه، فما بحسش بالحر والصهد جامد قوي، دايما بحس ان شقتي طراوه. بس الشمس لما بتخش فيها برضو بحس فيها طاقه كده، وبحس بجو جميل جدا. بس مسكت السرير بتاعي عدلته، بس انا لسه مغيره الملايات قريب معاكم. وعلى فكره انا مسجله الفيديو ده من يومين، بس ما كنتش عارفه انزله عشان النت كان خلصان عندي وكان فيه مشكله كده، ما كنتش عارفه احمل الفيديو. بس قلت ايه اصوره معاكم بقى، سوري احمله وانزله لكم بقى عشان تستفادوا منه. بس مسكت السرير روقته كده وظبطته، فرشت عليه الدفايه دي. طبعا في ناس هتقول بتتغطي بدفايه ليه؟ هقول مش انا، جوزي اللي بيتغطى بيها. انا ما بستحملش اي غطا، بالذات لما الجو حرر كده، حاسه ان الجو بالنسبه لي حلو جدا، فمش محتاجه اتغطى مع المروحه. بس هو بيحب الدفايه بصراحه يتغطى بيها. بس روقت الاوضه وعدلت السرير وجيت على التسريحه بتاعتي بقى. كانت الدنيا رايقه وكل حاجه، بس كان في حاجات محطوطه على التسريحه كده، قلت ارجعها معاكم. وهنا بقى درج الامشاط بتاعتنا والحاجات دي. طبعا انتوا عارفين الولاد كل يوم بينزلوا النادي وبيخرجوا كده، فعلى طول بيمدوا ايديهم في الدرج بياخدوا حاجتهم وبيرموا الحاجه ايه مش بيرتبوها، فقلت بقى ارتبه معاكم كمان وانضفه. هتقولوا لي ايه البامبا اللي في اللي في المفرش ده اولا مش في مفرش، ده كان عندي بانر. بانر اللي هو بتاع بيبقى معمول منه اليوفا بتاع المحلات وكده، كان بتاع المحل بتاع جوزي، وكان بانر كبير قوي. فاخدته قطعته وبدات افرشه في المطبخ وفي اوضه النوم عندي وفي كل حاجه، بس ومفروش كده. الاحمر اللي فيه دوت او البامبا كانت علبه روجاجو واتكسرت في الدرج، فعملت اللون دوت مرضيش تطلع. قريب ان شاء الله هنجيب مفارش جديده ونفرش حاجات جديده مع بعض. بس قلت الدنيا برضه عشان تبقى نظيفه كده لازم المع الدرج وانضفه وارص حاجتي على نظافه. بس نضفت الدرج ورتبته ونضفت التسريحه بتاعتي ولمعتها، بس ما جبتش معاكم هي والكومودينو. وهشغل المكنسه على الارض وبس كده. مسكت المكنسه بقى شغلتها. الارض عندي نظيفه مش محتاجه ولا تتمسح ولا يحصل فيها اي حاجه. فقلت اشغل عليها المكنسه بس كده، لو في ترابه شعرايه اي حاجه في الارض تتشال، والاوضه عندي تبقى نظيفه وزي الفل كده وتتقفل وخلاص. وبالنسبه لبقيه الشقه بره، البنات عندي واحده نظفت الصاله واحده نظفت اوضتها. بس هخش المطبخ بقى معاكم، هنعمل النهارده حاجه بسيطه كده. ان شاء الله هتعجبكم، وفكرتها جميله وبسيطه تنفع فطار او عشاء. انا عملتها بصراحه في الفطار وسبتها بقى فطرنا منها. والغدا بتاعنا كان رز وملوخيه بقى وفراخ، وما حبيتش اصوره معاكم لانها اكله بسيطه وكلنا بنعرف نعملها. بس بعد ما خلصت الاوضه خالص ولمعتها ونضفتها، المكنسه دي بتاعتي بقى اللي سالني عليها مكنستك نوعها ايه. انا مكنستي هوفر، عندي واحده هوفر واحده فريش. بصراحه الهوفر جميله جدا وخفيفه، الفريش قويه جدا. بس مش عارفه انا مرتاحه للهوفر اكتر. بس هي انا لسه جايباها قريب، انا كان عندي واحده قبل كده ناشونال واتصرفت فيها يعني. وجبت دي بقى جديده عجبتني بصراحه، قويه وحلوه جدا. بس بحب استخدامها قوي. فمسكتها بقى، اخدت الخرطوم بتاعها والفرشه بتاعتها، قلت اغسلهم وانضفهم. انا لسه منضفه الكيس قريب، لان طبعا انتوا عارفين لما بتبقى الحاجه جديده الواحد بيبقى ايده فيها على طول، وبيبقى عايزها تفضل جديده ونضيفه. بس فالكيس بتاعها انا ما بصبرش عليه، بنضفه باستمرار. والفرشه بقى قلت المعها وانضفها كده مكان ايديا وبتاع، اكيد اتبصمت برده مش نظيفه، فقلت انضفها واظبطها وكده. بالنسبه للخرطوم هتشوفوا دلوقتي ان هو اتغسل، مش هتلاقوه فيه اي حاجه خالص، لان المكنسه يعتبر لسه جديده. مش متهانه يعني، ما فيهاش تراب ولا كده، هتنزل حاجات بسيطه جدا.
بس على طول كده خدتها وغسلتهم، وقلت إيه اسيبهم بقى بعد ما اغسلهم يتصفوا. اهم حاجه معلومه حطيها حلقه في ودنك: لما تيجي تغسلي الخرطوم بتاع المكنسه او فرشه المكنسه او كيس المكنسه لازم ينشف تماما، لان المكانس العاديه دي لو شفطت ميه الموتور بتاعها بيتحرق. فانتي ممكن تغسليهم وتركبيهم على طول، او تنفضيهم كده وتركبيهم. لو فيهم قطرات ميه ممكن يحرقوا الموتور، فسيبيهم. انا سبتهم على فكره مش اقل من 4 5 ساعات على الماسوره بتاعه الفواطه كده، يفضوا الميه بتاعتهم خالص. واما اتاكدت ان هم نشفوا ركبتهم. بس دخلت على المطبخ بقى، قلت اعمل لهم فطار كده على ما يعني ايه يفوقوا كده. فطار سريع، قلت اعمل حاجه مختلفه. جبت بطاطستين وقرنين فلفل وبصلايه وطماطمتين وبس. همسك كل الحاجات دي ابشرها وهنعمل صينيه كده جميله جدا جدا. عايزه اقول لكم بامانه طعمها روعه وحلوه، وهتبقى منها اكل وغموس في نفس الوقت. يعني العادي ان احنا مثلا نحمر بطاطس، نعمل فلفل مش عارفه ايه وناكله بعيش، لا احنا هنعمل الصينيه دي هتتقطع، اللي هياكل خرطه منها كانه كل سندوتش بالظبط. بس مسكت البصله بشرتها كده زي ما انتم شايفين. طبعا في ناس حلوين كده متابعين جمال زيكم كلكم. واحده حبيبتي كلمتني وقالت لي يا ريت وانتي بتعملي اي وصفه توصفي لنا بالظبط انتي بتعملي ايه، وما تتكلميش في اي حاجه تانية، عشان بنبقى عايزين نستفاد من كل حاجه انتي بتعمليها. فانا بعمل بنصيحتك اهوت، وبكلمك بالراحه خالص، وبشرح لك كل حاجه بالراحه. انا بشرت البصله ومسكت البطاطستين بشرتهم برضو، والطماطمتين برضو همسكهم وابشرهم، والفلفل هقطعه قطع صغيره. وبس كده، وهقول لكم بعد كده هنعمل ايه. اهم حاجه وانت واقفه نضفي مكانك كده، تفضل شقتك دايما نظيفه ومطبخك دايما نظيف. بس الفلفل قطعته طلعت منه البذر، وهمسكه اخرطه بالطول كده، وبعد كده مربعات صغيره. عايزه تسيبيه ترنشات طويله كده براحتك، طبعا ده على حسب حبك للحاجه الاكل اللي بتعمليه. بس نزلت كل المكونات بتاعتي في طبق غويط، وهنزل عليها دلوقتي بشويه فلفل اسمر وشويه ملح ابيض. بس مش هحط فيهم اكتر من كده. ممكن نحط معلقه بابريكا او معلقه 7 بهارات، وده طبعا على حسب الرغبه. ممكن تكتفي بالملح وفلفل الملح والفلفل بس. ممكن البابريكا انا حطيت حاجه بسيطه جدا لان بصراحه هي كانت خلصت عندي. بس وهجيب طبق كده اعمل فيه 3 بيضات، افتح فيه يعني اطقش فيه 3 بيضات واحط عليهم شويه فلفل اسمر. وبس كده. خدي بالك ما تزوديش الملح علشان احنا حاطين ملح على البطاطس والحاجه بتاعتنا. وجبت كوبايه لبن حطيتها على البيض ومعلقتين 2 سمنه. بس عايزه اقول لكم ان هي وجبه متكامله، خضار وكالسيوم وكل حاجه، وحتى دقيق كمان. 4 معالق دقيق على 3 بيضات وكوبايه لبن، عليهم معلقه بودر. انا كان عندي الكيس ده مفتوح، كان فيه حوالي معلقتين بودر كده، حطيتهم قلت عشان تنفش معايا. هي عباره عن أكلة سريعة زي بيتزا سريعة أو حاجة زي كده. بس وكان عندي لانشون مسكته بشرته وقطعته كده، شوية زيتون حطيتهم. أي حاجة عندك حطيها، لو عندك موتزاريلا كمان هتخلي طعمها جميل جدا. بس أنا بصراحة ما كانش عندك جبنة قديمة افرمي حطي، جبنة رومي افرمي وحطي. الحاجات دي هتديها تيست عالي جدا، وهيبقى طعمها حلو، وهيبقى فطار مغذي جدا و... وكامل كل العناصر الغذائية. يعني في حاجات كتيرة جدا. تفطري بقى تتعشي حابة تعمليها في الغداء، طبعا دي حاجة ترجع لك. بس حطيتها في الفرن بقى، وعلى طول خدت الاطباق والحاجه اللي استخدمتها غسلتها. انا الحوض عندي كان فاضي، ما كانش فيه مواعين خالص. بس انا على طول قبل ما بنام الدنيا عندي في المطبخ لازم تبقى نظيفه. بس انا نضفت المواعين كده وهنضف الحوض بتاعي. وبس كده يعتبر خلصت المطبخ. هتكلم معاكم كلمتين بقى كده، عايزاكم تردوا عليا في الكومنتات وتقولي لي رايكم ايه في كل كلمه هقولها، وتشاركوني رايكم، لان رايكم بجد يهمني جدا جدا. والمهم لو انتي لحد هنا بتتفرجي عليا وما اشتركتيش في القناه، اتمنى تشتركي وتفعلي الجرس وتعملي لي كومنت حلو كده وتشجعيني باي راي ليكي، هيفرق معايا جدا جدا. بس هنا خلصت المواعين اهو. هنغسل الحوض كالعاده طبعا. طبعا انتوا عارفين ان انا قبل ما بغسل المواعين بغسل الحوض، وبعد بغسل المواعين بغسل الحوض. فالحوض انا ما بطلش فيه دعك، ومع ذلك بحس ان هو مش بيعجبني. بس طبعا الحمد لله على كل حاجة، احنا في نعمة كبيرة، ربنا يديمها علينا يا رب. بس هنا خلصت بقى الحوض بتاعي ونضفته ولمعته ونشفته زي ما شفتوا كده، ودخلته على الرخامة وقلت انضفها. وانا بنضف الرخامة بقى عايزة اقول لكم، او عايزة ارد على اسئلة متابعين جمال كده. قالوا لي هو انتي بتنامي ازاي جنب التلاجة؟ وناس تانية قالت لي خرجي التلاجة من الأوضة.
فانا عايزه اقول لكم ان التلاجة اولا ما ينفعش تخرج بره الاوضه، لان زي ما انتم شايفين الشقه، خشوا كده في جوله في الشقه ولو لقيتوا مكان قولوا لي احطها فين. الشقه كل حاجه محطوطه في مكانها، ما ينفعش تتشال من مكانها، ولا ينفع اغير حاجه مكان حاجه. بالنسبه بقى لاني بنام جنبها ازاي، انا بنام عادي خالص، لان التلاجة دي ملهاش صوت خالص خالص، هي مش مضايقاني في اي حاجه خالص غير انها موجوده في اوضه النوم بس، فانا نفسي اخرجها بره بس مفيش مكان. بصوا يا جماعه، انتوا طبعا عارفين شكل المطبخ بتاعي. المطبخ اهو، انا عايزه اخد رايكم في حاجه، وعايزاكم عشان خاطر تقولوا لي رايكم في الكومنتات، لان بجد رايكم يهمني جدا جدا. بصوا طبعا انتوا عارفين انا بدخل المطبخ كده وبتضير بالشكل ده، بشوف ايه؟ الديب فريزر بتاعي اهو، وجنبه قطعه المطبخ دي كلها، وفي المكان ده بيبقى فيه ايه؟ البوتاجاز وحته فاضيه، وجنب البوتاجاز انا حاطه التربو بتاع البصل والثوم، وهنا حاطه قطعه المطبخ دي والايه هنا الاول قطعه المطبخ اهي، وهنا ايه الحوض بالتقفيله اللي تحتيه. فانا عايزه اعمل تغيير في المطبخ. هعمل ايه؟ البوتاجاز اللي انا جبته طلع كبير شويه، فعشان يتحط مكان ده الباب لما اجي افتحه مش هيفتح كويس، ولو جيب العرض مش هينفع عشان ماسوره الغاز. فانا عايزه اغير النظام. تفتكروا ايه اللي ممكن اعمله؟ انا فكرت في فكره وهطرحها عليكم، وانتوا بقى قولي رايكم ايه. اولا البوتاجاز انا بفكر المكان ده، القطعه دي الاول، القطعه دي اكبر من القطعه دي، ماشي، وهنا عندي مساحه في المكان ده، انا عندي مساحه. فهعمل ايه؟ القطعه اللي ورايا اللي هي في الجزء التاني اللي عليها الكاتل وحاجة الشاي، بفكر اجيبها هنا عشان كبيرة، والقطعة دي مقاسها هيجي مكان البوتاجاز في الحتة دي. فبفكر اخلي المطبخ كله يبقى زاوية، يبدأ من اول الديب فريزر كده لحد ما يجي لحد ايه؟ البوتاجاز. والبوتاجاز بتاعي انا بفكر احطه في المكان ده، وهيبقى ايه هنا بقى؟ بفكر اعمل شفاط اللي هو البلت ان، الشفاط الصغير ده، علشان خاطر طبعا مش هينفع يتحط فوقيه قطع المطبخ كده. فبفكر احطه في المكان ده، وعندي قطعه مطبخ محطوطه في الحمام، حاطه فيها المنظفات، هي تعتبر قد ضلفه من دول كده، بفكر اعمل لها رخامه واحطها جنبه، ويبقى البوتاجاز هنا ماشي، والمكان دوت احط فيه حته المطبخ اللي هي اليمه دي هنا كده، والمطبخ بتاعي يبقى ايه؟ حرف ال كده. بفكر في حاجه تانية وبرضو عايزاكم تقولوا رايكم ايه. بفكر اجيب الديب فريزر ده احطه مكان البوتاجاز، والمكان هيبقى واسع وهيشيله عادي جدا وهيفتح وكل حاجه. انا جربت الموضوع ده قبل كده لما جبت التلاجة بس. فهحطه فين؟ هحطه هنا، وهاجي هنا برضو في المكان ده. في كل الاحوال القطعه دي هتتشيل، هتتحط ورا. هنا بقى بفكر احط البوتاجاز، والقطعه دي اجيبها فين؟ اجيبها مكان الديب فريزر هنا كده، وهشيل الكومودينو المحطوط اللي عليه الدبدوب ده، وهتبقى المطبخ بتاعي جاي من اول هنا وهيكمل لحد مكانه ما هو كده. فعايزاكم بقى تقولي رايكم في الموضوع ده، وعشان خاطري اكتبوا لي في الكومنتات وشجعوني، ولان انا دماغي مقلوبه جدا ولحد دلوقتي ما ركبتش البوتاجاز ومش عارفه اعمل ايه بصراحه. فعايزه رايكم بقى في الموضوع ده، وعايزاكم تقولوا لي نحط هنا قطعه المطبخ ولا نشيل الديب فريزر ونحطه مكان البوتاجاز. وفي كل الاحوال البوتاجاز بتاعي هيبقى في المكان ده كده، هنا كده، تمام. فمستنيه رايكم، ورايكم هيهمني جدا جدا جدا، وهكون شاكره ليكم قوي قوي لو قلتوا لي رايكم ايه في التغيير اللي انا بفكر فيه. انا هنا طلعت لكم بره المطبخ خالص، ده شكل المطبخ. بصراحه هو شكل المطبخ عاجبني جدا كده، وانا ما كنتش حابه اغيره. بس البوتاجاز بتاعي دوت 50 في 80، واللي جبته الجديد 60 في 90، فحجمه اكبر. فعشان افتح الضلفه بتاعته او الفرن بتاعه هيبقى صعب جدا، مش هيتفتح معايا قوي. بس مستنيه رايكم بقى في الكومنتات، وادعوا لي كده يركب على خير. يلا، وبس عايزاكم تقولوا رايكم بقى وما تسيبونيش كده متعلقه، عايزاكم تحطوا لي ايه رايكم في الكومنتات. بصوا هنا بقى الصينيه بتاعتي كانت طلعت خلاص من الفرن، طلعتها ومسكتها على طول بالسكينه كده، قطعتها وهطلع للولاد على طول يفطروا. عايزه اقول لكم انها عجبتهم جدا، كانت ريحتها قلب الشقه، وكانوا عمالين يحذروا ويفزروا انا عامله لهم ايه. انا اول مره بصراحه اعملها لهم، بس هي عجبتهم جدا. بس المهم لما دقوها
فرحوا بيها جدا وحسوا ان هي حاجه مختلفه واكله جميله وطريه على اسنانهم كده، مش اكله ناشفه او متعبه، لا بالعكس اكله حلوه جدا ومغذيه، وبامانه طعمها تحفه جدا. جربوها ان شاء الله مش هتندموا. وزي ما قلت لكم ان القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه جدا، فجربوها بجد جميله وهتنبسطوا من طعمها جدا. هنا بقى انا كنت جايبه ايه، ملح ليمون وكربوناتو و... واسمه ايه، بطاطس. بس الابيض عندي كان سيء جدا، يعني انا عايزه اقول لكم ان هو كان اصفر قوي. فانا بقى لي اسبوعين بصراحه بحوش فيه، وقلت اول ما احوش كميه كويسه كده همسكها بقى انقعها معاكم كده في البانيو واوريكم الابيض بيرجع ابيض ازاي. بس لو الابيض عندك مصفر كده وحالته تعبانه زي اللي عندي، انا عايزه اقول لكم ان انا اهملت فيه فتره طويله بصراحه، والمفروض ما كنت سبته كده، بس انا كنت مكسله عليه بصراحه، لان النقع دوت بحس ان هو ايه، بياخد مني وقت وكده. اقول لكم ان الابيض كان اصفر جدا جدا، وبصراحه كان مضايقني. دخلت بقى على البانيو، قفلت السداده بتاعته كده، وحطيت بالمكيال دوت مكيال مسحوق. طبعا انت هتحطي على حسب كميه الغسيل اللي عندك. انا الغسيل عندي كان كتير، انا عايزه اقول لكم ان انا ممكن اكون ضاعفت الكميه تاني بعد ما حطيتها، لان لاحظت ان الابيض عندي كتير جدا. حطيت معلقه كبيره كربوناتو، معلقه كبيره ملح ليمون، مليت المكيال دوت خل، وهملاه كلور ومليته برضو مسحوق، وكل ده على بعضه كده. وهنحط كمان مكيال ريكس الوان، وبس كده. هفتح الميه السخنه بقى وهعلي درجه الحراره، اعلى درجه حراره عندك في السخان علي عليها عشان الميه تبقى سخنه جدا وتنضف الابيض. انا وصلت درجه الحراره ل56 ووصلت معايا ل60 كمان. وبس ده الكلوركس الالوان حطيته اهوت كده. حطيت كل المكونات على بعض، يبقى انا حطيت مكيال برسيل، وبرسيل اللي هو الاوتوماتيك، وحطيت مكيال كلور ومكيال كلوركس الوان، وحطيت معلقتين كبار كربوناتو ومعلقتين ملح ليمون ومعلقتين 2 كبار او 3 بوتاص. الحاجات اللي هي البوتاص وملح الليمون والكربوناتو انا بجيب كل ده من عند بتاع المنظفات، كل المنتجات اللي بستخدمها سايبه. بس مسكت الغسيل بتاعي بقى ونقعته. الغسيل ده فضل من بالليل لحد الصبح، ده كان تاني يوم الصبح بقى قمت من النوم قلت ايه، لازم انشر غسيلي بقى كده. وايه، الاول حطيته في الغساله طبعا، بس انا نسيت اصور لكم المقطع بتاع الغساله بصراحه وانا بشيل الهدوم. الميه عايزه اقول لكم ان هي كانت عباره عن ايه، شاي. كانت مصفرة جدا، كأنك عاملة شاي بلبن كده. كانت متوسخة جدا جدا، لان انا زي ما قلت لكم انا ركناه كمان بقى لي اسبوعين، فطبعا الاسبوعين هو اصفر مع ركنته بالعرق الهدوم اصفرت جدا. بس الخلطة اللي عملتها دي بجد رجعت الابيض ابيض وخليته جميل جدا جدا. بس تغسليه بقى بشوية كلور تاني في الغسالة. انا باخده من البانيو كده اصفيه من المية واحطه في الغسالة على طول، ولا بشطف ولا بعمل اي حاجة. كنت كل فترة بس بالمساحة كده، طبعا عشان البطاطس ما ينفعش اعمل بايدي، بايه بقعد اغرزه كل شوية كده بالمساحة، كأني بتك عليه بحاجة، بس بينزل كل الاصفرار اللي فيه وبيبقى زي الفل زي ما انتم شايفين كده. وبس كده، لحد هنا الفيديو خلص. اتمنى اشوفكم على خير واقول لكم على السلامة. باي باي.